طريقة البطاطا دي حرفيا غيرت المود بتاعي. صراحة كانت تحفة وجميلة جدا. في ساعة العصاري كده قاعد مستني الكهرباء تيجي بقى بعد ما كانت قطعة، وقمت واخد زر بطاطا مع صوص الكراميل اللي هتشوفوه في الفيديو ده. حاجة كانت تحفة خطيرة جدا. البطاطا يعني بصوا عاملة ازاي يا جماعة، مانجا، دي مانجا مش بطاطا. طيب بصوا بقى، انا بجيب البطاطا بنقعها في مية لمدة ساعتين عشان الطين اللي بيبقى ماسك فيه القشر يطلع. وبعد كده تحت الحنفيه ميه جاريه، واقعد بقى بفرشه انضفها كويس جدا. تمام. وبعدين بقطع الطرفين الاولاني والتاني بتاع كل بطاطايه، وانضف كده لو في حاجه في جسم البطاطا زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت. على قد ما اقدر ان انا احاول ان انا ايه، ما اخليش فيها اي شوائب، واقوم مديها شطفه تانيه وبخليها نضيفه فله زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. خلاص، نظافه البطاطا مهمه جدا جدا لان القشر ده بيتاكل. بعد ما خلصت عملت ايه بقى؟ انا عايز اكلها مشويه ولكن ما تبقاش ناشفه، وما اكلهاش مسلوقه كاني باكل حاجه مسلوقه. فانا عملتها في الكيس الحراري، وجمعت هنا بين الحاجتين، بين طعم الشواء وبين ان هي تبقى مسلوقه ملحمه مش فاضيه وناشفه لو حطيتها في الفرن. فجبت كيس الحراري اللارج دوت، وحطيت البطاطا رصيتها بحيث ان تكون البطاطا كلها ملامسه للصينيه بتاعتي عشان تتكرمل من تحت. وحطيت حوالي 4 معالق سكر من السكر بتاع الرز ده. خلي بالك من المعلقه بتاعت الرز الكبيره ديت. خلي بالك كل ما كتري من السكر، كل ما صوص الكراميل اللي هتشوفه في اخر الفيديو يكتر. صوص كراميل اللي بيتعمل باقل مجهود، هو بيعمل نفسه بنفسه، انت مش هتتعبي فيه خالص. وبعدين قفلت اللوك بقى بتاع الكيس الحراري. واهم شيء ان انا افتح اعمل ثقوب كده في الكيس عشان مع ارتفاع درجه الحراره ما ينتفخش وينفجر مني جوه الفرن. ورجعت زودت ميه. الميه دي يا جماعه انا زودتها حوالي بتاع 4 5 مرات، يعني كل تقريبا ربع ساعه زودتها. هي قعدت في الفرن درجه حراره عاليه، 180 درجه 200 درجه، قعدت تقريبا حوالي ساعه ونص. بصوا فتحتها بقت عامله ازاي يا جماعه، طريه ملحمه مش ناشفه زي ما كنت بحطها مثلا في الفرن من جوه. وكمان من تحت متكرمله وطعمها خطير جدا. فعلا الطريقه ديت عجبتني قوي. انا ما كنتش يعني اول مره اعملها في كيس الحرير، انا دايما كنت اعملها في الحله او احطها في الفرن. وده صوص الكراميل اللي عملوا ايه، اللي نزلته البطاطا، العسل بتاع البطاطا مع السكر عملوا ميكس مع بعض، مع بقى مده التسويه اللي خدت ساعه ونص. فعمل لي صوص كراميل في الفنجان ده هحطه، وتقعدي كده تاخدي لك زر بطاطا تسقسقي بقى في الكراميل ده. بص بفضيه عامل ازاي، طعم بيوديكي في حته تانيه. بقلل الاشياء والله الواحد بيسعد نفسه بيبسط نفسه. يعني البطاطا دي شيء رائع وجميل ومفيده جدا وغذائيه جدا. شايفين شكلها عامل ازاي، تحفه. مانجا يا جماعه، مانجا.